بتتفرج على ايه في الويك اند؟ تعال اقول لك على مجموعه من احدث الافلام اللي اتوفرت بجوده عاليه اونلاين، اللي على قد ما اقدر حاولت اخلي يبقى في اختلاف بينهم علشان تناسب جميع الاذواق. اول فيلم بنرشحه النهارده هو فيلم توك تو مي. هو فيلم رعب استرالي من انتاج سنه 2022 واتعرض في باقي العالم في يوليو 2023، ومده الفيلم ساعه ونص. وبيحكي الفيلم عن صحاب بيكتشفوا طريقة جديدة لاستحضار الأرواح باستخدام يد محنطة، بيدمنوا الإثارة الجديدة لغاية ما تحصل غلطة بتدخل قوة شيطانية لعالمهم. الفيلم ده غير مناسب للأطفال بسبب وجود مشاهد دموية، وتصنيفه بلس 18، وما فيهوش أي مشاهد خارجة. رعب الفيلم هنا مش الرعب التقليدي اللي بيعتمد على المفاجأة، هو معتمد ان هو بيتعب اعصاب المشاهد عن طريق الموسيقى التصويريه، اداء الممثلين، زوايا التصوير اللي بتخلي تجربه المشاهده من احسن افلام تجارب الرعب اللي هتشوفها السنه دي. فيلم ريتريبوشن بيعرض حاليا في السينما، هو فيلم اكشن مدته ساعه ونص من بطوله ليام نيسون، ويصلح للمشاهده العائليه. لو انت من معجبين افلام ليام نيسون هيعجبك الفيلم ده. بيحكي أو قصة الفيلم عن واحد من مسؤولين أحد البنوك في يوم عادي بيوصل أولاده للمدرسة، بيتفاجئ إن في قنبلة تحت كرسيه في العربية، ومضطر إنه يسوق من غير ما ينزل من العربية، يا إما القنبلة هتنفجر بيه وبأولاده. جرعة من الأكشن المتعودين عليها في أفلام ليام نيسون الأخيرة. وزي ما قررت قبل كده، لو أنت من معجبين النوعية دي من الأفلام هيعجبك فيلم بلو بيتل. هو فيلم أكشن مدته ساعتين ويصلح للمشاهدة العائلية، وهو من أحدث أفلام عالم دي سي سينمائي. وبيحكي عن شاب منتمي إلى عائلة مكسيكية بيحصل على قوة خارقة عن طريق الصدفة، وبنتابع إزاي بيتعامل مع القوة دي في وجود ناس تانية بتحاول تحصل على القوة. الفيلم ده بيقدم بطل خارق جديد بس عادي، بمعنى حتى أحداثه ودور الشرير اللي موجود فيه مفيهوش أي جديد، بس اللي هتستمتع بيه هو جو العائلة وأهميتها اللي بيركز عليه الفيلم، مع اللمسة المكسيكية اللي موجودة في الفيلم اللي بتميز الفيلم. نروح شوية لترشيحات الأنيميشن وأحدث حاجة نزلت على المواقع. هو فيلم بنقول عليه سلاحف النينجا، لأن اسم الفيلم هو عبارة عن سطر كبير، أنا مش هقول عليه بس هنسميه سلاحف النينجا. مدة الفيلم هي ساعة 39 دقيقة، ومناسب للمشاهدة العائلية. وبيحكي الفيلم عن قصة سلاحف النينجا في وقت المراهقة، وبسبب خوف أبوهم بيمنعهم إنهم يتعاملوا مع البشر، إلا إنهم بيخالفوا أوامره. أكتر حاجة بتميز الفيلم ده غير أحداثه، ممكن تكون أحداثه عادية شوية، بس أكتر حاجة بتميز الفيلم ده هو الكوميديا. حاجة أنيميشن وفيها كوميديا هننبسط بيها في نهاية السهرة، بتخلي جو الفيلم لذيذ. ونفضل برضو في ترشيحات الأنيميشن وفي فيلم برضو عندنا اسمه ذا مونكي كينج، واحد من اقوى افلام الانيميشن اللي نزلت السنه دي، وهو بيتعرض على منصه نتفليكس. مده الفيلم ساعه ونص ويصلح للمشاهده العائليه. بيحكي عن الملك القرد اللي بيكون مش مرحب بيه في وسط اللي حواليه، ويحاول يثبت نفسه ويحاول يهزم اكبر عدد شياطين موجود في المكان. الفيلم بكل بساطة هو مزيج من الخيال والأكشن والكوميديا اللي هتستمتع بيه. ونغير اتجاهاتنا في الترشيحات للأفلام العربية المصرية، وأحدث حاجة نزلت للأفلام المصرية على منصة شاهد هو فيلم 19 ب. هو فيلم مصري تصنيفه درامي مدته ساعة ونص، وبيدور أحداث الفيلم عن بواب فيلا بيعيش حياة روتينية من الستينات، وبيكسر استقرار الحياة الروتينية دي شاب، وبيحصل بينهم مواجهة. الفيلم بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، وناهد السباعي. نيجي لترشيح من ضمن ترشيحات الأفلام المصرية فيلم بيت الروبي. هو فيلم من أفلام موسم الصيف اللي فات، وحقق إيرادات من أعلى الإيرادات السينما المصرية، مش أعلاهم ولكن من أعلى الإيرادات، وما زال موجود حاليا في السينما. تصنيف الفيلم كوميدي، بس أنا بشوفه هو درامي كوميدي، فيه شوية كوميديا بس هو في الأساس درامي. وبيناقش قضية دور مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعنا المصري. وطبعا من ضمن الترشيحات ومن ضمن الافلام اللي نزلت اونلاين مش من بعيد كان فيلم البعبع.
موجود وتقدر تتابعه وتقدر تشاهده في حال ان انت خلصت كل الافلام والمسلسلات ومفيش اي حاجه عارف تتفرج عليها او لاقي ان انت تتفرج عليها. ممكن تتابع فيلم بابا. ودي كانت ترشيحات احدث افلام المتوفره اونلاين. ويك اند سعيد ومشاهده ممتعه.